يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح معطر بذكر الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله. صلوا معايا على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كده بخير وفي أحسن حال وبصحة جيدة. اللهم آمين يا رب العالمين. وتكونوا في راحة بال كده يا رب دايما. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات. كل يوم بيعدي علينا يا حبايبي عيد بصراحة يعني. العيد ما مش العاد ليه فرحة كده ولا لذة زي زمان. كل يوم يعدي علينا كده براحة بال وما نفتقدش عزيز ولا غالي، وده كده ده عيد عندنا. فربنا يجبرنا ويجبر خواطركم جميعا جبرا عزيزا يتعجب له أهل السماوات والأرض. متنسوش تدعي على اخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا. اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش تدعي على ابويا وامي وامتنا اجمعين، ربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا. متنسوش تحطوا لي لايك بقى ودعوة حلوة من قلوبكم وكومنت حلو كده، ولسه مشتركش يشترك عشان ننور عيلتي وننور قناتي. ده شرف ليا كبير قوي. طبعا كنت منزله المولة اللي هي بتاعت السرير دي يا حبايبي تحت في الشارع عشان تشمس وكلام من ده. عشان انا دي السرير دي اوضه النوم الكبيره، دي اوضه النوم الكبيره. طبعا انا عملت اوضه الاطفال والدولاب، وطبعا انا نزلت لكم الفيديو اللي فات اوضه الاطفال. فطبعا دي اوضه النوم الكبيره انا بعملها انا. بصوا ده كل هيته كنت عاملاه قبل بصراحه، قبل ما اولد. قبل ما اولد. بس في حاجه بقى كنت انا عامله السرير في النص يا حبايبي. كنت انا عامله السرير في النص. فطبعا انا هشيل السرير خالص من النص، هحطه مكانه جنب الحيط. ليه؟ لان لما كنت حاطاه في النص كده يا حبايبي، بصوا لا كنت حاسه بوسع في الاوضه ولا اي حاجه خالص. مش كنت حاسه بصراحه بوسع في الاوضه خالص. كنت حاسه ان الاوضه ضيقه من عند الدولاب، من يمه الدولاب، من لكن ما بتحط جنب الحيطه كده بيوسع لي الدنيا. وايه، والدنيا بتبقى تمام قوي. فتنسوش بقى تحطوا له ده لايك حلو كده ودعوه حلوه من قلوبكم بصلاح الحال ليا وليكم. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزقنا ويرزقكم كل اللي بيتمناه وفوق ما تتمنوا. اللهم امين يا رب العالمين. يرزقنا من حيث لا نحتسب. فطبعا بقى هجيبه كده جنب الحيط وايه واشيله من النص عشان بحس ايه بوسع كده يا حبايبي. لا منه كنت عارفه افرش سجاده، ولا عارفه افرش ياس، ولا عارفه افرش اي حاجه. في النص يعني. اليمادي واسعة شوية، وفي قفل الدولاب يا دوبك كنت بعرف افتحه كده بالعافية. فلا هجيبه جنب الحيط كده يوسع لي الأوضة شوية. وتغيير يعني أنا عملته من 6 شهور قبل مولد صوفي، وبعد كده دلوقتي هغيره. طبعا والله العظيم يا حبايبي أنا كنت حاطة حاجات تحت السرير، بصوا ياما يعني كتير قوي. ياما حلوة. ياما دي كلمة اسكندرانية أصلا. جوز بنت أختي هو اللي بيقول ياما، يعني ياما يعني كتير يعني. فجت على بالي كده. ربنا يصبحه بالخير يا رب ويرزقه يا رب برزق ولاده او برزق بنته. اللهم امين. يرزق كل حد في قربه. اللهم امين يا رب العالمين. يرزق جوزنا وولادنا واخواتنا واولاد المسلمين، وما يحرق قلب على ضناها. اللهم امين يا رب العالمين بحق الايام المفترجه دي يا رب. بيبعد عننا ولاد الحرام. اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا كنت حاطه حاجات تحت السرير كتير قوي، بس بصراحه انا ما شلت الحاجه. انا كنت مغطيه عليها كده بتقوم سراير عندي ملهاش لازمه يعني. ف يعني احس بالايه. ما في، بصوا ما لقيتش تراب خالص. جبت الحاجات دي نفضتها، الملي دي نفضتها كويس برضو. مش كان عليها اي حاجه لان كنت عاملاها قريب، ومش كنت ما حدش نام في الاوضه اصلا خالص كده. انا جبته جنب الحيط كده. انا جبت جنب الحيطه، خليته جنب الحيطه زي الاول بالظبط. هو كان الاول كان كده. فحبيت ان انا اغير. بصراحه انا غيرت وما حدش نام عليه يعني، ما نمناش عليه خالص. ف جبت بقى مكان الحيطة تاني جنب الحيطة، وامسح كده تحت السرير كده واسيبها تتهوى. وبعد كده بقى اطلع بقى ايه اروق الدنيا كده. اروق الحاجة اللي انا شايلاها من تحت السرير عشان الحاجة كده اللي اروقها ارصها يا حبايبي. بعد ما افتح انا فاتحة المروحة على السريع جدا بتنشف المكان اللي تحت السرير وكلام من ده. مسحت السرير من وراه وكله كله كله اتمسح. مسح. مسح دي ايه؟ تمسح دي يا مرة.
معلش شت مجمعة مسح يعني. فهفتح بقى المروحة، انا فاتحاها اصلا الوقت الحالي، فاتحاها وتهوي بقى الدنيا وتنشف تحت السرير. بصوا بقى الفخد اللي هي اللي في الجناب دي، اللي هي بالطول دي، انا بصراحة ما مسحتهاش بمية. همسحها كده اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. همسحها كده بايه، بقماشة عادية ناشفة يعني، او بعملها بالفرش. اما الحتت اللي هي مش الهدان مش بيطلع فيها، بمسحها بمية بمعطر كلام من ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الحاجات دي كلها كانت تحت الشتوي والصيفي وكده يعني. فما أدراك من الشتوي والصيف، بقول لكم تدعوا له كده بدعوة حلوة من ظهر الغيب. وربنا يعني ويقويني واشيل بقى. بصوا كل حاجة انا كنت بفتح الكيس دي الغرض يعني اشوف ايه اللي موجود واللي مش موجود وكلام من ده، واللي انا هحتاجه واللي مش هحتاجه كده يعني. فمش عارفه كل حاجة في كيس زي ما انتوا شايفين كده. هتقولي يا مراه في لمهم في شنط زي الشنط الكبيرة اللي ورا دي، ممكن احتاج حاجة منهم يا حبايبي اشيل المرتبة واعرف اجيبها يعني. لكن لو كده مش عارفة اشيل الشنطة ازاي يعني، هطلع من الشنطة ازاي؟ ما انا بحط بص برصهم جنب بعض كده رصة رصة كده حلوة بنظام. وبعد كده بحط عليهم الايه المفارش. طبعا نفضتهم كويس كلهم وخدت اللي انا عايزاه واللي مش انا عايزاه، وطلعت زي ما انتوا شايفين كده زي القردة كده فوق على المروحة، على الدولاب قصدي. ومسحت المروحة كمان، ومسحت فوق الدولاب عشان يبقى نظافة من كله قبل ما اجيب المراتب واجيب الدنيا يعني تبقى ايه، تبقى الدنيا حلوة كده وايه ونضيفة. طبعا الدولاب من جوه نضيفة اصلا يعني، بس ايه هشيك عليها كمان. بصوا كل حاجة متطبقة في مكانها وكل حاجة، بس يعني ايه، لو هشيل الحاجة المتطبقة دي وامسح الرفوف على السريع كده بقماشة ناشفة، وبعد كده هحطهم تاني يعني. وكده انا ايه بقى حاجة وخلصت منها. وكمان خدت الادراج بتاعة التسريحة كلها في الصالة، خدتها في الصالة. كنت بص دايسة على العباية بتاعتي على السلم، كنت حاسة ان انا هقع يعني، فكل شوية اشد في العباية. فقلت بالمرة كده امسح المروحة بالمرة وانا فوق كده، وانا مش شعلقة فوق كده فوق الدولاب واللي بتاع، عشان ايه يبقى ايه هتفضي منها بقى، عشان ابدأ بقى ان انا ايه على جية جوز ان شاء الله يوصل بالسلامة يفرش كلام من ده. يبقى كده روتين العيد وروتين جية جوزي وكده يعني. ويبقى كده ايه انا ارتحت يعني. زي ما انتوا شايفين كده برضو اهو الالواح انا شمستها كلها ونفضتها وجبتها على السرير. لازم الالواح كمان يا حبيبي والله لو طايله ان انا اطلع بصوا طبعا احنا اليومين اللي فاتوا دول اليومين دول يعني شمسة، لا بصوا شمسة حلوة خالص خالص يعني. عايزة حاجات زي كده، عايزة مراتب، عايزة حاجات من دي عشان ان هي تحمصها يعني. فبصراحة انا استغلت الفرصة دي. وزي بصوا عاملة زي شهر السبعة يعني، الشمس الحامية القوي دي عاملة زي شهر السبعة. فاستغلت الفرصة بقى وقلت اما ايه اطلع المراتب واطلع الفرش اللي عند الركنية اللي هي بتاعت الصالة برضو طلعتها. وبرضو هنزل لكم روتينها. والركنة بتاعت الأوضة اللي فوق طلعتها. بصراحة انا طلعت الركنة اللي في الصالة بالخشب بكله، والخشب حتى كمان يا حبيبي طلعته والله. يعني بصوا يعني هدت حيل بصراحة. انا لا غاوية هدت حيل، انا بحب غاوية ان انا هد حيلي يعني. انا بحب بقى ان انا انضف وكلام من ده. بحب ان انا انضف كل حاجة يعني، ما اعملش مثلا تحت السرير واسيب الدولاب، ما اعملش مثلا واسيب التسريحة، لا كله لازم يشيك كده. والتسريحة نزلت الدروج بتاعت التسريحة وعملتها وروقتها ومسكت المفارش مسحتها وحطيتها تاني وكده يعني. ببقى كمان اغسل المفارش دي كلها كده، اغسلها ونشرها على الحبل. بس بصراحة مسحتهم كده بقماشة. بصوا ما طلعوش يعني، لو منديل مش هيطلع فيه عفراية يعني او تراب. ليه؟ لان هيدي في الحاجة على طول. وغير كده انا يعني ايه عندي بحافظ شوية حبايبي. هي مثلا بتبقى حاجة مستعجلة جايبة حاجة بحط حاجة مكان حاجة، حاجة مش متروقة في مكانها كده يعني. فده اللي خليني ان انا اشيك على الحاجة واعمل كل حاجة. فلازم ان انا اعمل كل حاجة تحت السرير، اللي يبقى اعمل فوق الدولاب جوه الدولاب تسريحة كوميدينا كله كله كله. ظبطت كده. وبعد كده طلعت جبت المخدة المراتب، انا حطيتها يوم في الشمس فوق، ورجعت غطيت عليها اخر النهار سبتها زي ما هي.
وغطيت عليهم، ورجعت اليوم التاني قلبتها على الواجهة التانية، يعني اليمة التانية. يبقى كده اتحمصت من اليمتين. خدت يومين كل مرتبة، يعني الأطفال خدوا يومين والكبير خدوا يومين والركنية اللي في الصالة خدت يومين والركنية التانية خدت يومين. اه والله العظيم ما بكذب عليكم. كل يوم هسيب الحاجة واطلع اغطيها احطهم على بعض كده، واقوم حاطة اللي هي السجادة التانية عليهم، وحايشة من التراب، من الندى يا حبايبي بالليل والكلام من ده، عشان مش ينزل عليها ندى. وبعد كده عملتهم، غطيت عليهم وبعد كده نزلتهم. بس كده. في اليوم ده انا كنت عايزه اعمل بصراحه مقلوبه لولادي، كنت هعملها قبلها بيوم، بس بصراحه كنت مشغوله جدا، اكلتهم اي حاجه. وكانت عندي بنت اختي فضلت اتحايل عليها ان انا اعملها وكده عشان نتعشى منها، قالت لا تعبانه وكانت عايزه تمشي وتروح وكلام من ده. فسبتها بقى لتاني يوم، عملتها تاني يوم. طبعا وانا بروحها كنت في محل كده حبايبي اجيب طلب منه، فالمهم لقيت الدقيق اللي انا بوريهولكوا ده، انا بحب الدقيق ده جدا، بحب الأكياس دي. البلاستيك دي دقيقها حلو جدا، انا بحب الاصيل. عامه دقيق الاصيل حلو. فالمهم لقيت الكيس هو عندنا بيتباع ب25 جنيه، بصراحه انا لقيته ب20 جنيه يعني، فاستغليت كده مش كان معايا فلوس كتير، كنت عايزه اجيب 5 بصراحه عشان عايزه اعمل قرص وحاجات كده للولاد. فالمهم عملت ايه، جبت اتنين يا حبايبي، اعمل منها كيكه، اعمل منها حاجه، فطيره، عايزه اعمل لهم فطيره يعني بنص كيلو ولا حاجه. فالمهم جبت كيسين بس. فبتاع الخضار جه بيجي في اليوم ده. طبعا انا قايله لكم ان انا بجيب منه حاجات يعني، بيجي بالنهار، قبلها بيوم. فبصراحه هو جه وانا ما عثرتش فيه، فجبت من السوق، ده كان يوم السوق يا حبايبي، انا بطبخ المقلوبه يوم السوق، يوم السوق بتاعنا. ما جبتش سمك، وكنت جايبه بقى عنب وكلام من ده وفاكهه وكلام من ده. فروقتها بقى في كده في مكانها. كنت طبخت بقى الفرخه وسلقتها، وما صورتش معاكم يعني وانا بسلقها وكده. طبعا نغسلها غسيل كويس من الزفاره وكل حاجه، كنت نقعاها. بعد كده صفيتها كويس، غسلتها كم مره وحطيتها على البوتاجاز بقى بحبايتين طماطم كده قطعتهم، وبصلتين قطعتهم، وحبهان ومستكه وورق لوري وفلفل اسود وكلام من ده يعني، زي اللي ايه الحاجات اللي احنا بنحطها على اللحم. طبعا بعد كده جبت الرز بقى عشان اغسله، يعني اعاير كده الحله وكده. بصوا انا عملت الحله دي كفتنا والله العظيم يومين 3 ايام كده، ورميت منها كمان يعني. انا كترت بصراحه، يعني انا كترت. ابو رافع مشينا طبعا، المفروض ما كترش كده عشان الولاد مش بتشجع في الاكل قد كده يعني، بس انا كترت. قلت بقى انا شغاله وهعملها كده. اكلنا منها يومين بصراحه، واليوم التالت ولادي مش راضيين ياكلوا منها خالص، انا اكلت منها، واللي اتفاضت بقى انا رميته. طبعا هي كانت طعمه جدا وحلوه، عشان كنت ساقياها بشوربه طبعا، وخدت طعمت بالفراخ. طبعا انا ما عنديش قرنبيط اللي هو الزهر يعني، في البلاد العربيه اللي هي زي الاردن والكلام ده بيقولوا عليه زهر، انا هو اسمه قرنبيط عندنا. انا كنت جايبه بصراحه ومخزنه، كنت جايبه 2، كانت مرات بابايا انا جايبهم لي عشان ما كانش عندنا هنا، كان خلص وخزنتهم. وجيت جه اما الفريزر بوظ لي حاجات يعني، من ضمنهم القرنبيط وكده يعني. فما عنديش قرنبيط، فانا اكتفيت بالبطاطس والبتنجان والفراخ. بعت رهف جابت لي خلطة الرز البرياني، اللي هي خلطة الرز البرياني اللي بحطها على المقلوبة، وجابت لي كركم مش كان عندي. وطعمت بقى الرز كده زي ما انتوا شايفين بالخلطة الرز البرياني، هي بتبقى حادقة يا حبايبي، فيها ملحها، ما تحطيش ملح خالص خالص. و... ايه، والكركم، وحطيته كده قلبته في الرز كده عشان يبقى كله واخد اللون اللي هو اللي بالكركم يعني. مش ينفع ان انا افضيه عليه كده، لازم اقلبه كده مع بعض كله عشان كله يبقى كل حبايه فيه ما واخده من ايه، من الكركم والخلطه. طبعا جبت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، وحطيتهم في قاع الحله من تحت. وحطيت كده الفرخه، كنت محمراها بقى وحطيتها في الارضيه كده في قاع الحله. وبعد كده حطيت طبقه رز، واحط بقى طبقه بطاطس كمان برضك من اللي انا محمراها. البطاطس حتى لو مش مستوية معاكي، بس هي كانت مستوية بصراحة، بتحطها نص سوا. والبتنجان كمان برضو بتحمريه نص سوا، عشان كل الحاجات دي
بتستوي مع رز تاني، بس الفرخة انا مسوياها يعني. فالحاجات دي ما بتكون مستوية، مستوية يعني مش مستوية، او لو فيها اي حاجة بسيطة كده بتستوي في الرز يا حبايبي، لو حتى نص سوا بتستوي برضه. فكل حاجة كانت مستوية معايا بصراحة يعني. حطيت كده الرز كده، وبعد كده سقيته بالشوربة. هحط شوربة وهزود كمان، هحط كمان شوية مية. بصوا بتطلع مظبوطة معايا جدا جدا، ما تكتريش مية عشان مش تتعجن منك، عشان ما تبقى مش تبقى معجونة. طبعا انا يعني زي ما انتوا شايفين كده انا بدهن الغطا بتاع الحلة زيت. بصي بيديكي بصي ما بيطبقش خالص معاكي وما بيتعبكيش في الغسيل. اتعودي بس اعملي الغطا كده وجربي وادعي لي كده. معلومة حلوة جدا. ما تبصوا ايدينا مش عارف مستحملها بصراحة من دعكان الألمونيوم. زي ما انتوا شايفين كده المقلوبة طلعت معانا. اتفضلوا معانا. يا رب دايما اكون خفيفة على قلوبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومة بسيطة. متنسوش تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.